حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي انتوا شايفين فيه ايه؟ عايزينه ما تاخدوه يا عم. قول لهم يا كابتن رضا، قول لهم. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي انتوا شايفين فيه ايه؟ عايزينه ما تاخدوه يا عم. حلال عليكم، ما انتوا خدتوا الاحسن منه وما نفعش عندكم. خدوه يا عم. وعلى مجلس الاداره سيبوه يا عم. والله العظيم ال3 مليون كتير عليه، ال3 مليون كتير عليه. ده لا هيحترف ولا بتاع، وعمال بس ايه يلعب بكارت الاهلي. لا يا عم سيبوه للنادي الاهلي، حلال على النادي الاهلي. ده لو انت خسرت الدوري هيبقى هو السبب. ماتش انبي اللي هو في الدور الاولاني، ماتش الاهلي والزمالك 3-0، وهو كان بطل الماتش، ضيع ضربة جزاء وهو السبب في الجونين الاولانيين. وادي ماتش النهارده، ادي يعني بطولتين لو ضاعوا هو السبب. هو السبب في ضربة الجزاء دي. بقول لك حرمنا من هدف مارادوني لبزيرة. بزيرة اللي نزل خد فاول، كان المفروض الحكم يطرد فيه الراجل اللي هو اداله فيها انذار. خلي بالكوا يعني الراجل ده اصلا الريحه بتاعته مش حلوه. الحكم ده السنه اللي فاتت والسنه دي طلع، السنه اللي فاتت فرق وطلع السنه دي فرق، بالذات لما بيكون بيحكم على ارض الخصم. فحكم ريحته وحشه بصراحه يعني. مباراه تحزن، مباراه تتزعل، مباراه تقهر، ومن حق جمهور الزمالك يزعل ومن حق جمهور الزمالك يتقهر. ولكن يعني انا بس هتكلم على حسام عبد المجيد. ايه يا ابني الاستهتار اللي انت فيه ده؟ ايه ما عندكش يعني حاجه اسمها عقل؟ يعني كرة اصلا ميته ونازله من فوق وانت تروح بالشكل ده. هي ضربه جزاء. انا من وجهه نظري ضربه جزاء، لان في ركبه ثم بعد كده جت في ايدك. يعني ما تتحسبش بالركبه، تتحسب بالايد. انا مش عارف ايه الاستهتار ده. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي انتوا شايفين فيه ايه؟